جايب لكم اليوم سلسلة جديدة وهي نشرة الشهر، ومن اسمها بنتكلم فيها عن أهم الأشياء اللي صارت في فورتنايت وكمان في عالم الجيمنج ككل. فإذا عجبتك السلسلة وتبغاها تستمر فقول لي في التعليقات، وعلى طريقك حط لايك، ولا تنسى كود HSH في الايتم شوب، وكمان شيك على مباتي تحت كود HSH. وكذا نقول بسم الله وخلونا نبدأ. خلونا نبدأ المقطع والسلسلة بشيء رهيب وإيجابي صار بشهر مارس عشان تكون كذا بداية خير. في مطور لعبة اندي معناه يشتغل لنفسه، ما هو تحت شركة، ومطور الألعاب هذا هو برضو ستريمر واسم قناته كيكس 77. كيكس هذا قاعد 4 سنين يشتغل على لعبته الخاصة واسمها تانجي تي دي، ومن اسم اللعبة بستايل التاور ديفنس مثل بلونز تي دي. فكيكس كذا خلص اللعبة هذا الشهر وقرر انه بينزلها بتاريخ 9 مارس، وما كان يعرف انه هذا بيكون افضل قرار قرروا في حياته، لانه بنفس اليوم كان واحد من الايفنتات اللي يسويها ستيم كل فتره واللي يسموها ستيم فيست. والستيم فيست يكون على حسب نوع اللعبه، احيانا الروج لايك فيست، احيانا البورد جيم فيست وكذا. لكن الاسبوع من تاريخ 9 الى 16 مارس كان ستيم تاور ديفنس فيست، وكان في اكثر من لعبه بعضها مشهوره وبعضها لا من فئه التاور ديفنس في واجهه ستيم لملايين الاشخاص اللي يفتحوا ستيم كل يوم. اول ما يفتحوا ستيم بتكون واجهتهم العاب الستيم فيست، وهذا بيكون لمده اسبوع كامل. وفي الواجهه كان العاب مثل بلونز تي دي وغيرها من اكبر العاب التاور ديفنس. ومن بين ال10 العاب اللي ستيم اختار انه يحطها في واجهه الايفنت هذا لمده اسبوع كامل، اللعبه رقم 10 كانت تانجي تي دي حقت كيكس 77. وهذه كانت ردة فعل كيكس بعد 30 ساعة من نزول اللعبة اللي حط فيها 4 سنين من عمره. Click this. Okay. Oh. Oh my God. This is 30,000. 30,000 Dollar. وبعدها على طول انتشر هذا الكليب في كل مواقع التواصل، وكانت ردة فعل الناس مرة إيجابية. وحتى بعض الستريمرز واليوتيوبرز الكبار جربوا اللعبة في بثوثهم ومقاطعهم مثل موست كريتيكال وغيره. ومع ردة الفعل الإيجابية هذه ناس مرة كثير اشتروا اللعبة عشان يجربوها، بعضهم لأنهم حبوا فكرة اللعبة ويحبوا ألعاب التاور ديفنس، وبعضهم عشان يدعموا كيكس. واستمر كيكس بعدها إنه ما يشوف دخل اللعبة إلين نهاية الستيم تي دي فيست، فكذا بيكون مر أسبوع من نزول اللعبة، وهذه كانت ردة فعله بعد ما شاف دخل اللعبة بعد أول أسبوع. Okay, I'm looking. Oh my God. حرفيا قصة مرة رهيبة، بالذات لأنه مطور صغير اشتغل على اللعبة لحاله لسنين. فلما تصير أشياء زي كذا يكون تأثيرها إيجابي على مجتمع الجيمنج ككل، لأنه في مطورين ألعاب بيتحمسوا إنهم يكملوا شغل على الألعاب اللي قاعدين يشتغلوا عليها، أو حتى بعضهم بيبدأ يشتغل على اللعبة اللي نفسه يسويها من زمان، عنده الفكرة والحين حيطبقها. فهذا يعطينا إحنا الجيمرز ألعاب أكثر صمموها ناس شغوفين وحطوا فيها سنين من عمرهم، لأنهم مؤمنين بفكرة اللعبة حتى وهم عارفين إنه صعب ألعاب الإندي تنجح نجاح هذا الحجم. فحرفيا اتمنى التوفيق لكل المطورين وبالذات المطورين العرب. وما تدري مرة الجاية اتكلم عن نجاح مطور يكون مطور عربي قدر يكسر ارقام قياسية في لعبته. فعلى السريع خلونا نروح الحين ونتكلم عن أهم الألعاب اللي نزلت في شهر مارس. أول لعبة حابة أتكلم عليها كانت لعبة ماراثون من شركة بنجي اللي أعطتنا ديستني وديستني 2، واللعبة تعتبر اكستراكشن شوتر، يعني قريبة من ستايل تاركوف أو أرك ريدر. شفت كثيرين يتكلموا عن اللعبة ومتحمسين إنها تنزل، رغم إنها كانت لعبة مدفوعة لكن ناس مرة كثير اشتروها، وهذه كانت من أكثر الألعاب اللي الناس مترقبينها هذه السنة. وثاني لعبة كبيرة نزلت في شهر مارس كانت لعبة كريمسون ديزرت أو الصحراء القرمزية، وهي لعبة قصة بعالم مفتوح. شفت كثيرين يمدحوا فيها بسبب أشياء كثيرة في الجيم بلاي، لكن أكثر شيء شفته في اللعبة هذه هي كليبات عن الناس وهم يحصلوا الحيوانات وياخذوهم معاهم كذا، ياخذوهم وين ما راحوا ويضبطوا لهم دروع ويكونوا مطقمين معاهم، وأتوقع حتى الحيوانات هذه تفيدهم في الفايتات. وثالث لعبة كبيرة نزلت في شهر مارس كانت من نينتندو هذه المرة، وهي لعبة بوكوبيا على سويتش 2. ونوع اللعبة تقدر تقول كوزي جيم، لكن لو تبغى تشبيه مفصل أكثر هو تقدر تقول أنيمال كروسنج مع بوكيمون.
واللعبة باعت أكثر من 2,000,000 نسخة بأول 4 أيام لها، ولأنها حصرية على السويتش 2 فغالبا الناس مرة كثير اشتروا السويتش 2 بس عشان هذه اللعبة. فلو جربت أي واحدة من الألعاب هذه أبغاك تكتب لي رأيك عليها في التعليقات، وهل تستاهل إنه الواحد يجربها ولا لا، وكمان اكتب لي إذا في أي لعبة ثانية جربتها وعجبتك نزلت في شهر مارس. ونجي الحين لأخبار فورتنايت. أول خبر هو خبر سلبي، هو إنه إيبك جيمز قررت إنها بترفع سعر الفي بوكس، والمبرر هنا كان إنه تكلفة فورتنايت الشهرية والسنوية زادت مرة كثير هذه السنة، فعشان كذا اضطروا إنهم يرفعوا سعر الفي بوكس. أنا عن نفسي أكره لما الشركات تسوي هذا الشيء، لكن مع الأسف ما بيدنا شيء نسويه. نروح للخبر الثاني في فورتنايت، وهو برضو خبر سلبي، وهو إنه إيبك جيمز حتحذف طور الروكيت ريسينج، وكمان طور الفورتنايت فيستيفال، وبرضو طور الفورتنايت باليستيك. هذه 3 أطوار للاعب فورتنايت العادي ممكن ما يجربها بالمرة. أنا عن نفسي فورتنايت فيستيفال وفورتنايت باليستيك لعبتهم مرتين أول ما نزلوا وما ألعبهم بشكل مستمر، لكن روكيت ريسينج ألعبه بشكل مستمر. في كل سيزون أحط أقل شيء 5 ل 10 ساعات في هذا الطور. صحيح مو مرة كثير، بس بنفس الوقت أحب أشوف إيش الجوائز الجديدة في كل سيزون، وبرضو إيش الإضافات اللي سواها من مابات. وبصراحة كنت متوقع إنه بيضيفوا ميكانيكس جديدة للعبة أو للطور هذا بالأصح، لكن أنا متأكد 100% انه في كوميونتي صغير لكل واحد من الاطوار الثلاثه هذه انه يلعب فورتنايت عشان الاطوار هذه بس. كل وقته داخل فورتنايت هو داخل الاطوار هذه، فاذا كنت من ذول الناس فالعب الطور هذا وحله قبل ما تحذف فورتنايت. الخبر الثالث وبرضه خبر سلبي، جايب لكم الاخبار السلبيه في البدايه كذا عشان بعدين نتكلم على الاشياء الايجابيه. الخبر هذا هو انه ايبك جيمز طردت 1000 موظف كذا مره واحده، من بينهم مجموعه من اهم الموظفين في تاريخ ايبك وبالتحديد بتاريخ فورتنايت، مثل مصمم الشخصيات اللي صمم جونزي. هذا جونزي اللي تشوفه قدامك اللي احنا نسميه ستيف، واللي يعتبر الشخصيه الاساسيه حق فورتنايت وكذا واجهه فورتنايت. هذه من ناحيه الديزاين. ولو نجي للبنيه التحتيه حق فورتنايت، برضو ايبك طردت واحد من اهم الموظفين في ايبك كلها واللي كان اسمه ايفن. هذا الشخص كان المسؤول الاول عن مجموعه من اهم الانظمه في فورتنايت، مثل نظام الرايفري او المنافسه اللي الحين انضاف في هذا السيزون، وهو حرفيا اهم شيء هذا السيزون، واللي كل شيء يدور حوالين نظام المنافسه هذا. وكمان كان من اهم المسؤولين في تطوير محرك الأريل انجن نفسه حق ايبك جيمز، اللي فورتنايت ونص الالعاب الكبيره حق الجيل الجديد مبنيه داخل الأريل انجن هذا. وانا بصراحه يا عيال باوقات كثيره لما اشوف الشركات العملاقه هذه اللي قيمتها بالمليارات مو ملايين لا مليارات تطرد كذا 1000 موظف مره واحده، اقول هل ممكن فعلا اتاكد انه كل موظف من ال1000 فعلا ما له فايده وطرده ما بيأثر على الشركه بشكل سلبي؟ لكن طرد ايبك لذول الاثنين اكد لي انه لا، لانه مستحيل واحد من اهم الاداريين في ايبك شاف اهميه الشخصين ذولي في تاسيس واستمراريه فورتنايت وايبك جيمز ككل، وشاف انه هذول الاثنين مو مهمين للشركه فخلينا نطردهم. وبعد الاخبار السلبيه نيجي الحين لخبر ايجابي، وهو طور ارينا اللي فورتنايت قاعده تحمسنا عليه ما ادري ليه. ان شاء الله فعلا يطلع طور كويس ويسهل الحماس اللي بنته لهذا الطور. الطور بيكون اسمه اريناز، مثل ارينا بس في اس في النهايه، والطور هذا بيجي بتاريخ 9 ابريل، وكمان نزلوا تريلر، والطور بيكون مثل ما تشوف في هذا الكليب. ومن تغريده هايبكس هذه اكد انه الطور حينزل بتاريخ 9، والطور حيكون فيه رانك، وبيكون طور بنايه بس، ونهايه السيزون حق الرانك في هذا الطور حينتهي في تاريخ 2/6. والستايل الطور هذا حيكون 1v1 بوكس فايت، وكمان حيكون في 16 لاعب راوند روبن، وحيكون سولو ودو. وراوند روبن على فهمي لها انكم حتخشوا الطور حيكون يكفي 16 لاعب، لكن حتلعبوا 1 ضد 1، واللي فايز من الراوند هذا حيروح الراوند اللي بعده حيلعب من الفايز مع الفايت الثاني، وحتستمر زي كذا الى ما يبقوا 2 حيلعبوا ضد بعض، وهذا حيكون الفايز في الجيم كله. فابغاك تكتب لي رايك بهذا الطور، هل تشوف انه فعلا حيكون طور كويس، وهل انت متحمس له ولا لا؟ لانه اذا تبغى رايي انا بصراحه اشوف انه الفكره حلوه، لكن على حسب كيف حيطبقوها ايبك. انا عارف انه كليكس ومحترفين كثير، بس كليكس اللي اسمعه دائما يتكلم على هذا الطور ان الطور حيكون ممتع، واذا كليكس عجبه طور يشبه البوكس فايت معناها انه ممكن عدل فيه، او ممكن ايبك نفسهم سمعوا اراء المحترفين ذولي وسووا التعديلات هذه، عشان اذا الطور يعجب المحترفين وكان ممتع بالنسبه لهم معناها الطور حيكون كويس لاغلب اللاعبين اللي يحبوا البوكس فايتات، اللي يحبوا الارينا، او اللي يحبوا الفايتات في فورتنايت بشكل عام. فهذا رايي انا، اني مره متحمس له، وان شاء الله يطلع طور كويس، لانه كفايه انه ايبك تنزل اطوار جديده للعبه والطور يطلع سيء وتقتله بعد كم شهر ولا بعد سنه، مثل ما صار مع روكيت ريسينج، فورتنايت باليستيك، وكمان فيستيفال. واخر شيء بتكلم عليه يا عيال وهو المنافسه، وهو الشيء الاساسي هذا السيزون، الرايفري بين فريق ايس كينج وفريق الفاونديشن. ابغاك تكتب لي في تعليقات انت اي فريق وايش تتوقع الفريق اللي حيفوز. لكن اللي صاير هنا واللي الناس منتبهين له انه احيانا الفاونديشن يحصل
يحصل المضاعف او الملتي بلاير، واللي هو الكلز حتنضرب في كم قبل ما تنحط في العداد حق الفاونديشن دائما يكون اكثر. وانا دائما اشوف هذا الشيء واقول ليش؟ لانه دائما التغييرات اللي قاعده تصير في اخر اسبوعين في الملتي بلاير بين فريق الايس كينج وفريق الفاونديشن، لانه انا شفت ناس مره كثير وانا كنت منهم بصراحه يفكروا ان ايبك جيمز قاعده تغير في الملتي بلاير او المضاعف او الرقم المضروب فيه بين الفريقين، وانه كل يوم ايبك قاعده ترفع المضاعف حق فريق الفاونديشن عشان يحاولوا كذا يعطوا فرصه لفريق الفاونديشن انهم ينافسوا فريق ايس كينج، لانه ايس كينج كان في الصداره من بدايه السيزون. الين اليوم اللي انا قاعد اسجل فيه الحين فريق الفاونديشن طلع على فريق ايس كينج لاول مره من بدايه السيزون، لكن طلع انه ايبك حطت المضاعفات هذه والتغييرات اللي تصير فيها وربطتها في مباريات دوري كره سله، لكن سموا الدوري هذا او التقسيمه اللي قسموها هذه شو داون 16، لانه فيها 16 فريق مثل ما تشوف في التغريده هذه من فورتنايت. وهذه الصوره بالتحديد لو سوينا زوم عليها تقدر تشوف اي فريق مع اي حزب، هل مع الفاونديشن ولا مع ايس كينج. ولو نشوف من اليمين عندنا الاباما مع ايس كينج وميشيغان مع الفاونديشن، تحته في تينيسي مع ايس كينج وامس مع الفاونديشن وهكذا. لكن يا عيال المشكله برايي في هذا النظام انه ممكن نوصل لمرحله انه كل الفرق الفايزه في الدوري هذا تكون من فريق واحد، ان كان فريق ايس كينج ولا فريق فاونديشن. وبدينا نشوف هذا الشيء يصير لانه اغلب الفرق اللي فازت في مبارياتها لحد الحين مع فريق الفاونديشن، فهذا خلى الرقم المضاعف مثل ما تشوف 1.9 او 1.6 زي كذا يكون اعلى بكثير من المضاعف حق فريق ايس كينج من بدايه السيزون. دائما المضاعف حق فريق الفاونديشن كان اعلى من فريق الايس كينج، فالحين اقلها نقدر نقول اننا نعرف السبب. مو ايبك جيمز بكيفهم قاعدوا يلعبوا فيها، رغم انه بصراحه ما اشيل هذا الاحتمال نهائيا، لانه ممكن ايبك جيمز مثلا يبغوا يحمسوا اللاعبين اكثر عشان يستمروا يلعبوا يستمروا ينافسوا في المنافسه هذه في الرايفري، فيخلوا الناس يلعبوا باتل رويال اكثر. فايش رايك انت بهذا السيستم؟ هل تشوف انه كويس ولا لا؟ وهل تفرق معاك المنافسه هذه اللي صايره في هذا السيزون؟ وطبعا اكتب لي هل انت فريق ايس كينج ولا فريق الفاونديشن. انا عن نفسي فريق الايس كينج من بدايه السيزون، احس انه سكين الايس كينج افضل، فاذا فاز هو اللي بيحصل سكين جديد، فعشان كذا انا اخترته. وعلى طريقك للتعليقات حط لايك على المقطع، اشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، ولو حاب تدعمني اكثر يا ريت تحط كود HSH في الايتم شوب، هذه افضل طريقه تقدر تدعمني فيها، غير انك كمان تلعب في ماباتي او انك تحط ماباتي عندك في المفضله، بتحصل ماباتي كلها تحت كود HSH. وتابعنا مواقع التواصل تويتش ومواقع البثوث، لان البثوث حترجع باذن الله، حنبث اغلب البطولات الموجوده في شهر ابريل، لانه بطولات السيزون هذا مره تحمس بصراحه، وانا مره وحشتني البثوث. فيعطيكم الف عافيه على المشاهده والدعم، صلوا على الحبيب، استودعتكم الله في امان الرحمن.